كثير من السيارات نسمع أبواقها التي تحيي المتظاهرين وأيضا تعبر عن مشاعر البهجة والفرح. بعض المتظاهرين يفضلون العودة واستمرار الحياة وعودة الحياة إلى طبيعتها، البعض الآخر يصر على أن يبقى في الميدان حتى تتحقق بقية المطالب وحتى توجد ضمانات كافية لتنفيذ هذه المطالب كما أشرت، حل مجلسي الشعب والشورى وكذلك انقضاء أو إلغاء قانون الطوارئ. مراسلنا في ميدان التحرير، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى القاهرة حيث ينضم إلينا من هناك توفيق أحمد مراسل BBC. أيضا توفيق، يعني بداية كما سمعنا من مصطفى المنشاوي في ميدان التحرير، المتظاهرون يرفضون العودة إلى منازلهم، يفضلون البقاء حتى تنفيذ كافة مطالبهم المتبقية. هل لك أن تعطينا صورة للمستقبل السياسي في مصر على المدى المنظور؟ الآن نتحدث عن حكم عسكري. المرحلة القادمة من المفترض ومن المتوقع أن يحدث فيها الآتي: بداية يتم تشكيل حكومة وطنية انتقالية، بعدها يتم تشكيل لجنة دستورية أو لجنة تأسيسية تتحدث عن وتغير الدستور، وبعد ذلك تجرى انتخابات بناء على تعديلات الدستورية أو الإتيان بدستور جديد. بعد ذلك تجرى انتخابات تشريعية على مستوى مجلسي الشعب والشورى، انتخابات نزيهة، وبعدها يتم انتخاب الرئيس القادم المدني. هذه هي الصورة المتوقعة في المرحلة القادمة إذا ما تم المصادقة أو صدق الجيش فيما تحدث عنه في إطار أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ولكن هذه الشرعية تبدو أنها تصطدم نوعا ما، وإن كانت الكلمة ليست معبرة بشكل صحيح أو بشكل دقيق. هو المتظاهرون الذين لن يغادروا ميدان التحرير سيظلون ليس لأنهم لا يصدقوا الجيش الذي تعودوا معه خلال الفترة الماضية على تصديقه وعلى أنه يفي بوعوده، ليس لذلك، ولكن لأنهم يتخوفون على ثورتهم المدنية البيضاء من حدوث أي شيء آخر، لأن 30 عاما في الواقع لا يستطيعون أن ينسوها في خلال يوم أو من خلال تصريح واحد. الحديث كان يدور عن أن تنحي الرئيس أو تخلي الرئيس مبارك عن السلطة هو المطلب الأول والرئيسي، لكن هناك 6 أو 5 مطالب أخرى، وهي تشكيل حكومة وطنية وتعديل دستور وإلغاء حالة الطوارئ وما إلى ذلك من المطالب التي ينادي بها المحتشدون. إذن من الممكن أن نتحدث عن أن الشباب الذين بدأوا هذه الثورة هم الذين سيبقون في ميدان التحرير، وإن كان بشكل أقل مما شهدناه في الفترة الماضية. يمكن القول هنا في الواقع حمدان بأن هذه الثورة مرت ب3 مراحل كبيرة، هي أن الشباب بدأها، الإخوان المسلمون حافظوا عليها، والموظفون بالحكومة هم الذين أكملوا المشهد النهائي. الشباب هم من نادوا بالنزول للشارع، وبالفعل نزل جميع الطوائف والشعب وإن كان بشكل أقل. وبعد ذلك في فترة من الفترات وبعد أحداث دامية قتل فيها وأصيب المئات وخلى الميدان إلى حد كبير من مئات الآلاف، نزل الإخوان بشكل تنظيمي، وهكذا تحدث في الواقع الصحفيون في كثير من المدن المصرية. نزلوا إلى ميدان التحرير بشكل منظم وتمكنوا من إعادة هيكلة الشباب كما رأى الكثير في الواقع، ولكن سرعان ما نزل الشباب بثقله مرة أخرى واندمج الكل. وليس الحديث هنا عن طرف أو آخر، ولكن نتحدث عن نقاط فارقة في مراحل هذه الثورة. إذن الشباب هم من بدأوها، الإخوان حافظوا عليها في وقت بدا فيه الشارع خاليا إلى حد كبير في ظل الأحداث الدامية، ولكن وبعد ذلك وبعد أن خلأ الشارع مرة أخرى بشكل نسبي عما سبقه من خلال رجوع الموظفين
الموظفين أو موظفي الدولة أو موظفي الدولة إلى أعمالهم، بدأ المشهد خاليا ليعود هؤلاء الموظفون في الواقع ويقولوا كلمتهم الأخيرة التي قسمت على ما يبدو ظهر النظام بأنهم تم الإضراب في جميع الأعمال والشركات المختلفة الخاصة بالدولة، لتأتي الصورة والمشهد مكتملا بأن الدولة كلها وجميع الفئات وجميع الأعمار تتكاتف مع بعضها البعض ليخر النظام ساقطا من أعلى هرمه الكبير الذي ظل على نحو 30 عاما كما يقول الكثيرون هنا في مصر. طيب، يعني توفيق، في ظل الحكم العسكري الذي سيكون الآن وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، في يد من ستكون معظم الوزارات خصوصا السيادية كالدفاع والداخلية؟ هل ستكون في يد العسكر؟ نتحدث عن أن هناك مجلس رئاسي سيتم تشكيله. هذا المجلس هو الذي سيحدد كل النقاط القادمة من خلال تصريحاته بأنه يقول إنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. يمكن القول من خلال هذا التصريح وبأنه سيلبي في بيانه الثاني الذي تحدث عنه ظهر اليوم بأنه سيفي بمطالب الشعب من إجراء انتخابات وتعديلات دستورية وما إلى ذلك من هذه المطالب. من الممكن القول بأن هذا الحكم العسكري هو نظري أكثر منه عملي، على اعتبار أنه هو فعلا، ولكن في الوقت نفسه سيتعامل العسكر مع المدنيين ومع الأشخاص الذين يرتضيهم الشعب في الواقع. هكذا تحدث الجيش وهكذا يأمل الكثيرون من أن يواصل الجيش مسيرته التي بدأها، وإن وصفت بالحياد السلبي في بعض الأوقات، لكن البعض يتخوف أيضا من أن هناك يعني وجه من النظام الفائت وهو المشير حسين طنطاوي ما زال موجودا، وهناك من يتخوف، ولكنها تخوفات صغرت بالطبع وضألت بشكل كبير بأنها هناك ما زالت أصابع في النظام السابق تلعب في هذه الأوقات، لكنها خفتت وتلاشت إلى حد كبير. لذا طيب، من الممكن الحديث عن أن هذا يبرر أو يفسر المحتشدون الموجودون الآن في ميدان التحرير والذين سيواصلون هذه الاحتجاجات التي هي في الواقع احتفالات الآن. طيب، مراسلنا توفيق أحمد في القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كما نشاهد في هذه الصور الحية والمباشرة التي تأتينا من ميدان التحرير في القاهرة، وبعد ساعات على الإعلان عن تنحي الرئيس مبارك ما زالت الاحتفالات مستمرة في ميدان التحرير في القاهرة ومدن مصرية أخرى. موفدنا إلى القاهرة أحمد ماهر كان في ميدان التحرير عندما أعلن عن تنحي مبارك. 11 من فبراير شباط 2011، يوم سيتذكره المصريون ولو بعد حين، فهو اليوم الذي خرج فيه غالبيتهم إلى شوارع القاهرة فرحين بقرار الرئيس حسني مبارك أن يتنحى عن الحكم. لا صوت يعلو فوق أصوات المصريين خارج ميدان التحرير وداخله. دي أحسن حاجة حصلت في مصر. أنا فرحانة وزعلانة عشان الناس اللي ماتت، كان نفسي يكونوا معانا، كان نفسي إن هم يحتفلوا معانا في اليوم ده. ميدان التحرير أصبح محط أنظار العالم منذ أن اندلعت التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام مبارك يوم 25 من يناير الماضي. الناس هنا يحتفلون بهذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. مصر أم الشباب، مصر أم الرجالة، مصر مش أم الاغتيال، مصر مش أم اللي ياكلها. لا، جه اليوم
اللي الشباب عرفت ايه مصيرها. مبارك لا يتعاطف معه غالبية المصريين هنا، مشاعر الكراهية نستطيع أن نرصدها من خلال هتافاتهم. يقولون إن أخطاء مبارك فاقت إنجازاته، بل يتهمون